ينشروا اي صور ليا، اي صور ليا بفستان، اي صور ليا بشعري. بعد اذنكم لو سمحتم ابوس ايديكم شيلوا الصور بشعري، انا خلاص لبست الحاجات. انت يا عم الشيخ بتصدق الحاجات دي؟ يا باشا دي بتعمل شو اعلاني علشان تركب الترند، يومين وهترجع وافكرك. والتاني بيقول لي والله انها عاوزه تركب الترند على ما اعتقد. حرام عليكم، هو انتوا ايه عاوزين تبقى معول هدم لاي حد عاوز يتوب؟ ليه ما بتقفوش جنب الناس وتكونوا عونا له على طاعه الله عز وجل؟ كفايه شياطين الانس والجن اللي حواليهم وعاوزين يسحبوهم لطريق الضلال، تبقى انتوا كمان عليهم. حرام عليكم. سما المصري واحده عملت حاجات حرام زمان، انت يا اللي كتبت التعليق بتعمل حاجات حرام كتير وانا منكم. محدش نازل من بطن امه شيخ ولا داعيه، وكل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. سيبوا اللي يتوب يتوب بينه وبين ربنا، يمكن يكون افضل مني ومنك عند رب العالمين طالما رجعت الحمد لله ومسحت كل تاريخها. بعدين باي حق تدخل جوه نيتها؟ وانت رب العالمين الله عز وجل وحده الذي يطلع على النوايا، انما الاعمال بالنيات، واحنا كبشر لينا الظاهر بس، ما تخشش جوه نوايا الناس. بكرر تاني زي ما قلت لكم في فيديو امبارح، اوعى تنشر اي فيديو لسما المصري كانت ظاهره فيه بطريقه مش كويسه. لو عملت كده هتاخد مش ذنب واحد ولا اتنين، بل 3 ذنوب مركبه. الذنب الاول ان انت اتفرجت عليه فده ذنب كبير، والذنب التاني لما تعمل له شير وغيرك يتفرج عليه فده ذنب تاني، والذنب التالت والاقبح ان انت بتنشر حاجه لواحده هي تبرأت منها وقالت لك انا بريئه منها، وقالت ابوس ايديكم ما تنشرهوش، وانت برضو مصمم ان انت تفضحها. بتحب الفضايح ليه؟ خليك فاكر اللي بيفضح حد في الدنيا ربنا بيفضحه دنيا واخره. وصل الكلمتين دول لاي حد انت تعرفه، يمكن يوصل لسما المصري فيطمن قلبها. ربنا يتوب عليها ويثبتها ويصلح حالها ويستعملها في طاعته، اللهم امين. ما تنساش تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام.